على فكرة مش لازم يجي يقولك بشكل مباشر إن هو عايز يبعد عنك أو إنه عايز يسيبك، علشان لربما ممكن ما يبقاش عنده الجرأة إن هو يجي ويواجهك، لكن بيبقى باين قوي من أفعاله إن هو مل منك لما تلاقيه بيتجاهلك وبيفتعل معاك المشاكل ومش شايفك في يومه ولا بيسمع لك ولا بيسمع حتى لوجهات نظرك، بجانب كمان إن هو ما بيحاولش إن هو يقرب المسافة ما بينك وما بينه. لا، والأسخف كمان من كده إنه دايما عنده أعذار وبيقولك مشغول ومش بيرد على تليفوناتك ولا حتى مسجاتك، وحتى ما بيهتمش بوجعك وحياتك من بعده ممكن تكون ازاي، تعيش فيها او تموت، دي حاجة ما بتفرقش معاه كتير. لما تلاقي اي حاجة من الحاجات اللي انا قلتها لك دي اعرف ان هو عايز يمشي. نصيحتي انا ليك بقى، افتح له الباب وخليه يمشي واوعى تمسك فيه، ولو رجع لك تاني حذاري ترجع له تاني وتديله الامان، ويبقى عندك امل ان هو مثلا ممكن يتغير علشانك. عارف ليه؟ علشان هو مشى بمزاجه من البداية، كمان ما حبكش، فهيبقى من باب العدل هنا انك برضو بمزاجك انك ما تدخلوش حياتك من تاني، وانت صاحب القرار انك على قد ما حبيته على قد ما لازم تكرهه وتحب نفسك من باب اولى.